تحياتي. النهاردة هنعمل محشي الكوسة باللحمة المفرومة، ولكن بطريقة جديدة كده ومش هتلاقوها عند حد تاني غير عندنا. أول حاجة هنجيب الكوسة ونغسلها ونقشرها ونجوفها من المنتصف زي كده. بعد كده هنجيب لحمة مفرومة 1/4 كيلو مثلا، ودي الوصفة دي كمان اقتصادية. هنحط عليها بقدونس أخضر وبصل وفلفل وملح وبس. هناخدهم كده على محضر الطعام ونفرمهم كويس في الكبة لحد ما يقدروا يتشكلوا معانا. هنشكلهم بقى ازاي؟ هنشكلهم أصابع كفتة رفيعة وطويلة بحجم الكوساية، يعني تقدر الكفتاية دي تدخل التجويفة بتاعة الكوسة. هنجيب زبدة بقى او سمنة ونشوح فيها صوابع الكفتة اللي احنا عملناها دي لحد ما كده تاخد تستوي يعني. وبعدين هنجيب الكوسة اللي احنا جوفناها وهنبتدي بقى نحشي كل كوساية بصباع الكفتة ده على قدها بالظبط. هتلاقيها ايه يعني رفيعة، عشان كده لازم نشكلها تكون رفيعة. دي هتخلي طعم الكوسة حلو قوي، مختلف على ما بنعمل اللحمة المفرومة العادية النية او المعصجة. بعد كده هجيب زبدة وسمنة وهشوح فيها الكوسة اللي انا حشيتها باللحمة بالاصابع الكفتة دي، وبعد كده هشيلهم. وفي نفس الطاسة دي هشوح بصلة مفرومة، مجرد انها تدبل هروح نازلة عليها بشوية ملح وفلفل اسمر وكمان حبة نعناع ناشفين عشان حلوة قوي بتبقى مع الكوسة. ولما تتصلص ننزل عليها بشوية مية او مرقة على قد كمية الكوسة اللي انتي عاملاها، يا دوبك تاخد غلوة واحدة. وهنزل بيها على الكوسة اللي انا حضرتها في الصينية، وهشرب بيها كل الكوسة، وهدخلها فرن حرارته 200. وكمان يستحسن ان اغطي وشها بالورق الفويل، وبعد كده نص ساعة واقدمها مع رز، وبتبقى وجبة حلوة قوي اقتصادية ومتكاملة. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.